الحكاية يا جدعان بقى ايه، ان انا الولاد مشيوا وانا قلت الله اشوف بقى نفسي شوية كده انضف الأوضة بتاعتهم، وبعدين اشوف نفسي ان انا اتعود على الشاي. بس كل مرة ببقى نفسي اشرب كوباية شاي كده واعملها، بس كل مرة باجي اشتري الشاي اصلا بنسى ان انا اشتري الشاي نهائي، يعني مش عارفة ليه، مع ان نفسي ان انا اشربه، يعني فعلا بحس دايما كده في بقي ونفسي اشربه، وفي نفس الوقت خايفة اتعود عليه، لان برضو معرفش يعني، خايفة اتعود على الشاي، لان بشوف كذا حد ان هو لما بيتعود على الشاي بيصدع لما مش بيشربه، فانا خايفة اتعود على الحتة دي، ان هو بيبقى بالنسبة له زي مثلا القهوة او كده، بيبقى حاجة لازم يشربها بعد الاكل، لازم فطار وغدا وعشاء وبينهم. ممكن تكون وجهة نظري غلط، بس ما علينا، نرجع لمرجعنا. الولاد صحيوا الصبح راحوا مدرستهم، اللي راح مدرسته اللي راح حضانته، وطبعا انا كنت قايله لكم ان الاوضه دي اللي انا بقعد فيها، فهي طبعا اكتر اوضه بتبقى وسخه جدا، لان احنا ملمومين كلنا في اوضه واحده علشان ما نبهدلش، والحقيقه الواحد يعني صحته مش احسن حاجه يعني. فالحمد لله طبعا على كل حال، بس لاني معايا ولاد صغيرين فده طبعا بالنسبه لي شيء مرهق. ف بحاول على قد ما اقدر اني انا يعني اولا استعين بالله كده، وثانيا اني احاول على قد ما اقدر الملم نفسي في مكان واحد، اللي هو يكون هو اكتر مكان وسخ واقعد فيه، زي مثلا اوضه الولاد، هم بنقعد فيها الشاشه بتاعتهم، وفيها بيذاكروا، وفيها كل حاجه. فكمان عايزه اقول لكم ان انا يعني بنضفها، لما بنضف الاوضه طبعا مش في يوم واحد انضف واطبق الدولاب، لا، يعني لما بنضفها كده وبقلبها كده، ما بعملش الدولاب. يعني انا كنت اصلا تحت السراير، لو تلاحظوا اني انا ما عملتهوش، لانه في شنط كتير، وبرضو يعني كنت عاملاه من فترة قريبة، فمش لازم ابدا ان احنا علشان ننظف نرفع بقى سراير ومش عارفة ايه وهنهدى وبتاع، وكل واحد طبعا ووجهة نظره، ده بالنسبة لي. حتى انا زي ما انتوا شايفين هتلاقوني ان انا بعمل السندوتشات بتاع الولاد في اوضتهم برضو، وفي الصبح مش بعملها في المطبخ، لا، السندوتشات بعملها لهم في الأوضة بتاعتهم وهم ماشيين. ليه اليوم اللي هعمل لهم سندوتشات عادية هما بيجيبوا لي، او اليوم اللي انا مكسله فيه ببقى صاحيه منعنسه كده، فهما بيجيبوا لي الحاجات بتاعتهم، وبعدين وانا بعمل لهم بقى سندوتشات. مش لازم برضو زي ما قلت لكم ان يوم واحد ان احنا نغسل بقى حيطان ونغسل مش عارفه ايه وايه، فده بالنسبه لي هدة حيل. الواحد ان هو المفروض ان هو يعمل كل مدى حاجة، سيبكوا بقى من التصوير واللي بتتفرجوا عليه ومش عارفة ايه. يعني انا مستحيل كنت انضف الأوضة ومسحها وكده، وورايا غدا وورايا مذاكرة للولاد وورايا حاجات كتير جدا جدا، انا مش ورايا تصوير بس، او ان انا انضف اوضتهم بس عشان اصورها لكم او كده، لا، ورايا حاجات تاني كتير جدا. فاللي هو آه اللي هو انا بنظف معاكم علشان طبعا الاوضه مكركبه فتنضف، لكن مره تاني بتبقى الدنيا نظيفه، يعني ببقى شايفه ان الدنيا نظيفه كده خلاص، معليش حاجات كتير فيها، فممكن ان انا امسح بقى حيطان، اتسلى وامسح مثلا الكنبه، اغسلها كده، لكن مستحيل اعمل كله مره واحده. الدولاب برضو ممكن والدنيا نظيفة خالص كده، وانا قاعدة بقى بنسمع مثلا تلفزيون او حاجة، وولد قاعد جنبي مثلا يعمل الواجب بتاعه او يذاكر او مثلا يلعب، واروح منزلة كده الدولاب ناحية ناحية، واروح مطبقاها وحطاها، لكن مستحيل اكركب الدنيا كلها على دماغي، يعني انا اصلا اللي هو بدوخ بسرعة والحمد لله يعني. ف فانتوا شايفين اصلا ان الدنيا عامله ازاي في اوضتهم، يعني هم انا سامحه لكم هم بقى في اوضتهم، خربوا براحتكم واعملوا براحتكم، لما بكون رايقه كده بنضفها معاهم، مش رايقه خلاص كل واحد بقى ينضف حاجه ويلم حاجه، انا عليا بس اعمل السراير
اعمل لهم السراير واكنس وامسح، لكن هما بقى يلموا هدومهم ويلموا لعابهم ويلموا الكتب بتاعتهم ويلموا كل حاجه. شايفين فكره التربو اللي انا حطاها جنب التسريح ده؟ انا طبعا التسريح دي اللي بلم فيها الكتب بتاعتهم علشان ما عندناش مكتب. احنا عندنا التسريحه دي، فهي اللي انا حاطه فيها كل حاجه، ما عندناش مكتب. وحاطه في التربو اللي انتوا شفتوه ده بحط فيه الشنط والشرابات. الشرابات طبعا اللي هي ايه اكتر حاجه في البيت مش بنلاقيها. فانا التربو ده المفروض ان هو تلات حاجات يعني كده، التلات ارفف اللي فيه ولا مش عارفه اسمها ايه دي. المهم كل رف فيه حاطه فيه شرابات، ما عدا الاخير انا شايلاه حاطاه فوق الرف اللي فوق الغساله. علاش الحمد لله، علشان لما اغسل الشرابات واطلعها من الغساله احطها فوقيها كده. ممكن اشيلهم بالرف احطهم في الشمس او اسيبهم يتهووا. المهم ان الدنيا الشرابات ما تزوخش، لان الموضوع ده مرهق. بتاع ان احنا نفضل ندور في شرابات وندور مش عارفه في ايه وندور، فبلمه كله في حته واحده بس. وهي فكره حلوه برضو ان انا الم فيها الشنط، يعني ما بحبش احط الشنط تحت في الدولاب من تحت، لا بحب احط الشنط في التربو ده من تحت في المكان اللي انتوا شفتوه. اكتر حاجه بقى انا ما بحبش انضفها الاماكن اللي زي الدرج كده، ما بحبش امسحه من جوه وانضفه واعمله، ولا بحب اركب الادراج يعني بصوا بتنرفز لما باجي اركبها اصلا. ف مش عارفه ليه، يعني انا عندي الحته دي من زمان ما بحبش احط فيها. جيت احط فيها السبوره كمان ما لقيتهاش ان هي ما لقيتهاش راضيه تدخل فيه، فحطيتها في حطيتها على التسريحه من فوق. طبعا الادراج دي بلم فيها الكراسات والحاجات زي ما انا قلت لكم. هوريكم دلوقتي التربو، يعني بصوا هو اهو التربو اللي بلم فيه الشرابات وبحط فيه الشنط من تحت زي ما انتوا كده هتشوفوها اهو. هي دي فكرة حلوة الحقيقة، يعني من ساعة ما انا عاملاه كده فالشرابات ما بتضيعش. يعني في الاول كانت بتضيع وبتتهدر وبنتخانق. هو اي نعم ما زلنا طبعا انا وجوزي بنتخانق في الشرابات، يعني فعلا بندب دايما خناقة في الشرابات. انتوا ممكن شايفين في التصوير ان هو الاوضه ما خدتش وقت، بس هي خدت وقت كبير، خدوا بالكم. يعني انا تقريبا بدأت بالظبط الساعه 8:30 وخلصت، يعني خلصت متأخر شويه. ليه؟ طبعا لاني كنت بعمل شويه واروح اطلع اعمل بره حاجه شويه، يعني مثلا احط هدوم في غساله كده، اعلق على اكل على الغدا. فخدت والله مني مجهود، وبالذات ان هي كانت الارض وسخه جدا والسجاد كان عايز يتنفض. اقصد كمان الكفر اللي كان على السجاد كان مش نظيفه، طبعا شيلته عشان اغسله. كمان انا لغايه اصلا لما خلصت كانوا الولاد جم، يعني لغايه لما جيت اشطبها كده وافرش المرايات وكده كان الولاد رجعوا بالسلامه. فاللي هو ابتديت ان انا اخلص كل حاجه وافنش الحمد لله وهم موجودين عشان نعرف نتلم تاني في الاوضه. كمان الواد كان عنده درس وتحت، هو المفروض ان انا طبعا مش يعني ما فيش مدرس بيطلع يديهم فوق عندي في الشقه طبعا. ف باباهم يعني بيبقى نايم او بره طول الوقت، فمش هينفع يعني يطلع وانا لوحدي، فبياخد تحت في اول دور. فهو المرة دي كان المستر المفروض ان هو هيطلع لان ما كانش فيه ترابيزة تحت، فكان هيطلع يديهم. فانا كنت عايزة برضو ان انا اظبطها لغاية لما المستر يجي. واليوم ده الحمد لله برضو المستر مجيش، ما طلعش يدي فوق. كمان الاضاءة، يعني هو المستر بيحب يدي فوق كده علشان الاضاءة، ومع ذلك برضو بخليه يدي تحت يا خوفي يكون سامعنا انا يا ولاد. المهم
ان انا كنت بفنش فيها والولاد كانوا خلاص جايين. فقلت ان انا اخلصها بقى ايه. قعدوا يساعدوني، اللي ناولني مخده واللي ناولني حاجه، كل واحد ناولني حاجه يعني، وفرشتها وظبطتها وتمت بحمد الله. يعني ادعوا لاخوك ابو جبل كده. خلاص الحمد لله الدنيا اتظبطت معايا، وخلاص اللي هو فاضل المسيح وفرش ملايات وحاجات وكده، وهكون ان شاء الله خلصت على خير.